اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال يا رب. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو عملته لكم. هو كان عندي شوية ظروف، بصراحة كنت مكتئبة. انا ما مش عايزة اقول الكلمة ديت. كنت متضايقة بصراحة عشان المشاهدات كانت قلة. بصراحة لازم يحصل معايا كده، يعني بحيث اللي هو ايه، قناتي لسه في الاول ومفيش مشاهدات والكلام دوت كله. فالحمد لله الحمد لله. ربنا رجعني لصوابي تاني، واليأس دوت اتشال من دماغي، وحتة اليأس ديت الحمد لله ما بقتش عندي خالص. والنفس اتفتحت الحمد لله اللي انا اصور وارجع تاني للتصوير، مفيش اي مشكلة الحمد لله الحمد لله. وديت نعمة من عند ربنا كبيرة قوي، بشكره عليها. الغسيل طبعا ومشاكل الغسيل اللي ما بيخلصش خالص. لقيت الجو كده مغيم، قلت المطر هتمطر، فقلت الم الغسيل. وطبعا بنتي مكة كانت معايا وبتساعدني، ملازماني طبعا، واخواتها في المدرسة وبيروحوا الامتحانات وكده، وهي طبعا ايه موجودة معايا. فقلت لا، الجو سقع عليكي، البسي حاجة تقيلة. فلبست الشال دوت بقى وايه، وقعدت تساعدني، يعني بتعمل معايا حركات كده مساعدة، يعني بتناولني حاجة، بتشيل معايا حاجة. واكلنا الارانب اهمت، الارانب ما شاء الله كبروا اهمت، وهي بتحبهم جدا. وانا مغطياهم علشان لو في مية او مطرة او نزلت او اي حاجة، ومغطيها بشمع تقيل عشان المطرة ما تنزل لهمش. اهم كبروا اهم، فاكرينهم اهم، بقوا كبار. هندخل بقى في موضوع الاكل. موضوع الاكل دوت انا ما غرمتش فيه حاجه النهارده. الحاجات ديت كانت اخت زوجي، كانت بنتها كانت والده عندها، وكانوا دابحين خروف وكده. فبعتت لي الحاجات ديت الحلويات بتاعه الخروف، اللي هي عباره عن الفشه وال والمخاصي والطحال وحته من الكبده كده، يعني الحاجات ديت. قمت بصراحة بقى ايه، قلت لا انا هنضفهم علشان ايه، نتغدى بيهم كده النهاردة يعني. والواحد زهق من الطبيخ والحاجات اللي بتتعمل بالقوطة والكلام ده كله. فقلت اعملهم بقى بصراحة. المهم اللي انا كده بقى ايه، بنضف كده ديت المخاصي اهي. شلت الجلدة بتاعتها وفتحتها كده زي ما انتوا شايفين. ديت كانت جايالي مفتوحة، فما قطعتهاش، قمت ايه منضفاها كده ايه. شلت الجلدة بتاعتها على طول. يعني هي المخاصي بتتعمل كده يا جماعة، هي بتتعمل كده، انا اول مرة اعملها، بس هي بتتعمل كده، لازم تتنضف كده. المهم انا اصلا اولادي ما بياكلوش بصراحة الحاجات ديت، حتى هم شافوها لا مش هناكل منها وما اعرفش. قمت بصراحة حلفت عليهم اللي هو كل واحد لازم ايه ياكل منهم حتة. وكل واحد بصراحة بقى عمالين ياكلوا في سلطة الطحينة ومعاها عشان يغيروا طعمها. بس قلت لهم ليه، ده نعمة ربنا يعني. المهم عشان هم اطفال صغيرين يعني مش كبار قوي، فالحاجات ديت ما بياكلوهاش كتير. فغليتهم كده، غليت ميه وسقطتهم فيها، ما حطيتش فيها اي توابل ولا حطيت بصله ولا اي حاجه. حطيتهم بس في الميه، قعدوا بس يستووا في الميه، بس مش اكتر، يعني ميه مغليه وهم بس. وسبتهم منهم لنفسهم كده بقى يستووا، على بال ما انا بقى ايه نضفت حته الكبده اللي في ايدي ديت، نضفت من اي جلد زايد من عليها واي حاجه زايده كده من عليها. وبعدين قطعتها بالطريقه اللي انا عايزاها. انا يعني عايزاها مش حتت كبيره قوي ولا حتت صغيره قوي، عشان انتوا زي ما انتوا شايفينها يعني حجمها مش كتير. قطعتها الحجم اللي انتوا شايفينه دوت، مدوره شويه، ما قطعتهاش يعني شرايح، ممكن انتوا تقطعها شرايح على حسب ما انتوا عايزين بقى. انا قطعتها بالشكل ده كده اهوت. غسلتها برضو تاني. وصفيتها كويس في المصفى قبل ما احطها على النار. شوفوا بقى الحاجات اللي انا حطيتها، بصوا بعد ما استوت بقت صغيره ازاي، كل حاجه كشت، معرفش، مع انها برضو ما خدتش سوا، يعني مش هقول كبيره علشان الحاجات ديت تكش. لا، هي الحاجات ديت بتاعت خروف، يعني بتاعت ضاني. بس حسيت ان الطحال انفجر في قلب الميه عشان كان مقطوع منه حته. بصوا شايفين الحاجات بقت صغيره ازاي، كل حاجه صغيره خالص. سبحان الله. ماشي الحمد لله الحمد لله، ربنا يبارك. بس وهم كمان اساسا كمان ما اتاكلوش، الحاجات دي كلها ما اتاكلتش كمان، لسه موجود منها كتير.
عشان زي ما انتوا عارفين عيالي مش بياكلوهم. بدأت اقطع بقى الكلاوي والحتة الطحال اللي هي بقت صغيرة خالص، اللي بقت صغيرة ديت، والفشة برضو قطعتهم كده بشكل عشوائي، يعني زي ما بتيجي في ايدي. دوت تقريبا، ايوه الحته ديت الطحال اللي هي مهريه قوي ديت، لان بقول لكم هي انفجر في الميه وهو بيستوي، لانه كان في حته مقطوعه. لان انتوا عارفين الطحال دوت بيبقى عباره عن مجموعه تجمع دموي كده كله دم، فلما بيبقى مقطوع منه قطعه وانا ما كنتش واخده بالي منه الصراحه، بيعمل كده في الحله. المهم الحمد لله في الحته اللي اتبقت ديت حطيت بقى كده صينيه على النار، وقمت حطيت عليها اللي انا الماده ديت الدهنيه دي. انا كنت مسيحه ليا. ليا حطيت كده معلقه حلوه كده من الليا، وحطيت عليها توم علشان تغير لي طعم وريحه الاكل، عشان طبعا انا لازم اغير طعمه عشان عيالي يقدروا ياكلوا منه، ما يشموش الريحه بتاعته بس كده لا، ويقولوا لا يا ماما احنا مش عايزين ناكل وكده، لا. ريحه التومه برضو كده بتفتح النفس كده وبتخلي ريحه الاكل حلوه. حسيت اللي هي هتستوي زيادة عن اللزوم، ركنتها على جنب كده على بال ما قطعت باقي الحاجات كلها، وبعدين رجعت الصينيه تاني على النار، اللهم اجرنا من النار يا رب. وعلى بال ما قطعت كل الحاجه وقمت حطاها كلها في الصينيه كده يتشوحوا. وبرده جبت بصلايه كده مش كبيره قوي، وقطعتها تخريط كبير كده. انا قطعتها في الاخر خالص بعد ما كل حاجه استوت. انا مش عايزه البصله تستوي قوي معايا يعني، انا عايزاها بحيث اللي هو لو حد خد قطعه كده تبقى باينه اللي هي البصلايه، تتاخد قطعه مع قطعه لحمه، بتبقى في اللقمه كده كويسه. وحطيت ملح وفلفل، واديتها بس تقلبتين كده، وبعدين طفيت عليها على النار. وبعدين احنا عملنا كمان معاها، حمرت جنبيها بطاطس اللي مش عايز ياكل طبعا، ولادي ما كلوش منها كويس، يا دوبك كل واحد خد حته بس كده. وطبعا كلوا بطاطس محمره ومعاها سلطه الطحينه زي ما انتم شايفين كده. بقول لكم بصوا الحاجه مستويه ازاي، كبده مستويه كويس، والفشه اهي، والطحال كان مستويين حلو قوي. بس سبحان الله بقى على حسب كل نفس، انا اكلت منها الحمد لله وباباهم، لكن ولادي اهو زي ما انتم شايفين. لو وصلتي معايا بقى للحته ديت اعملوا لي لايك. وديت دي كانت حلقتنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.